اسمعني مزيان. إلا قلت لك باللي كاين واحد الحاجة كديرها دابا كل شهر وكتحبس عليك طريق الثروة وانت حاس براسك ما عندك ما دير، المشكل ماشي في الصالير وماشي في الحظ، المشكل في قرار صغير كتعاودو 12 مرة في السنة وعمرك ما فكرت فيه. دابا خليني نطرح عليك سؤال صريح، عمر شي واحد قال لك الحقيقة كاملة على كيفاش كيبنيو أصحاب الملايين الثروة؟ ماشي اللي كتشوف في انستغرام، ماشي السيارات، ماشي الساعات، هذاك غير العرض، ولكن الكواليس مخبية. الحقيقة اللي ما كيهدروش عليها بزاف هي أن أغلب الناس اللي دارت الفلوس ما بداوش بشي مبلغ كبير، بداو بحاجة صغيرة مملة وما فيها حتى إثارة، وهادشي علاش الناس ما كتحبش تسمعو. شوف دابا الواقع ديالنا، بزاف الناس كيدخلوا فلوس ولكن ما كيبقى والو، الشهر كيبدا السالير كيدخل وفجأة كيختفي. فين مشى؟ مشى في حوايج صغار، قهوة، ماكلة برا، اشتراكات، خرجات بلا حساب. ماشي مشكل أنك تعيش، المشكل أنك كتعيش اليوم وكتعدم غدا. دابا نجيك لهذا الرقم اللي كيضحكوا عليه بزاف، 500 درهم. شي واحد يقول لك اش غندير ب500 درهم؟ ولكن السؤال الحقيقي ماشي شنو غدير بها دابا، السؤال شنو غدير بيك من هنا ل20 عام. 500 درهم ماشي مبلغ كبير، ولكن القرار ديال أنك تحيدهم من الاستهلاك وتحطهم في البناء، هذاك هو الفرق بين الناس. إلا قدرتي دير هاد الخطوة كل شهر، راك درت حاجة 70% من الناس ما قدرتش ديرها، السيطرة على راسها. خليها نسهلوها أكتر، 500 درهم في الشهر كتساوي أقل من 17 درهم في النهار، يعني تمن قهوة ولا 2 خبزات. ولكن هاد 17 درهم إلا مشات في الاستهلاك غتضيع، وإلا مشات في الاستثمار غتخدم عليك. وهنا فين كيدخل السر الحقيقي، الفلوس ما خاصهاش تكون بزاف، خاصها تكون مستمرة. الوقت هو السلاح اللي كيعوض قلة المبلغ. الفائدة المركبة ما كتعرفش الكسل، كتخدم نهار وليل وانت ما شعلش بيها. دابا تخيل معايا، كتحط 500 درهم كل شهر، ما كتوقفش، ما كتقلبش، ما كتسمعش للطاجيج. بعد 10 سنين ما غتكونش غير جمعت الفلوس، غتكون دربت عقلك على الانضباط. وبعد 20 و30 عام غتفيق واحد النهار وتلقى اللي الفلوس اللي دخلات من الأرباح كتر من اللي خرجت من جيبك. ولكن خليني نكون معك صريح، أصعب حاجة في هاد الطريق ماشي الحسابات، أصعب حاجة هي داك الصوت اللي كيجي كل شهر ويقول لك غير هاد الشهر نخليهم ونعيش شوية، غير دابا ومن بعد نرجع. وهنا كيطيحوا بزاف الناس اللي كينجحوا داروا حل بسيط، ما كيتفاكروش بزاف، كيحيدوا داك المبلغ في أول الشهر بحال إلا ضريبة وكيعتبروه ما بقاوش عندهم، ما كيبقى حتى صراع، حتى تردد، حتى تعب نفسي. الخلاصة، ما غنقولكش بلي 500 درهم غتردك مليونير في نهار وليلة، ولكن غنقولك حاجة واحدة مؤكدة، إلا ما بديتيش بهاد الخطوة غتبقى ديما كتجلي ورا الفلوس، ما عمرها تشري وراك. أكبر ثروة عندك ماشي الصالير وماشي الخدمة، أكبر ثروة هي الوقت، وكل شهر كيضيع بلا قرار كيتحيد من مستقبلك. إلا بغيتي تفهم كيفاش تخلي فلوسك تخدم عليك خطوة بخطوة وبطريقة بسيطة، دير سبسكرايب وخلي الجرس شاعل، حيث اللي جاي ماشي وعود، اللي جاي أدوات حقيقية. ودابا القرار بين يديك.